صباح الفل يا شباب. النهارده عندنا يوم مش عادي. هتيجي تسالني ليه النهارده متجهين الى المعرض ده بيحصل مره واحده في السنه في مصر. هو اسمه النهارده يا جماعه معرض اي سي تي بيحصل مره في السنه. شوف معرض توب ريتد ولا اندر ريتد. وما لكم ان تتخيلوا ان الكلام ده مطبوع 3 دي، يعني مطبوع على طبعه. الوش ده مطبوع. الترابيزات دي على السقف والشجره دي على السقف، زرعوها ازاي على السقف يعني؟ ايه ده؟ الكتب دي برضو طايره في الرف. المفروض ان المعرض ده فيه حاجات راحت وجات على شغل تبع حاسبات وميكاترونكس، يجمع بين مثلا الذكاء الاصطناعي او الارتفيشال انتليجنت الاي اي. يوم هيبقى مليان احداث كتيره، بالذات المعارض دي ما احبش افوتها لان بيبقى فيها مثلا كل التطورات اللي حاصله، التكنولوجيا ما اعرفش ايه، شركات مثلا كبيره قوي عملت ايه الانجازات الفتره اللي فاتت، حاجات نزلتها جديده عندها في الشركه، فبيبقى فيه افكار وبيبقى يعني طول يوم فسحه تشوف حاجه جديده يعني. حاليا واحنا متجهين نتحرك من عندنا المنطقه، ويوسف بتاع اكتوبر، الاثنين يوسف اللي كانوا قاعدين معانا في اخر فلوج اللي هو بخه ويوسف البحر الاحمر، هم خلاص يعني في لهم نص ساعه يكونوا وصلوا. انا قدامي بتاع ساعه مثلا، ساعه وتلت، فلازم نتاخر كالعاده، لسه الساعه واحدة ونص الظهر حاجه كده. فخليكم معانا، اليوم هيبقى جامد، هيبقى جامد جدا، بس ما تقولوش لحد بقى. يلا بينا. او لو قابلنا مثلا ايلون ماسك، هل ممكن اقابل ايلون ماسك؟ هنشوف. انا لسه واصلين حالا، بس فاضل بقى نلاقي الشباب هم في قاعه 3، فاحنا رايحين لهم حالا دلوقتي قاعه 3. قاعه 3 من عند الباب بتاعهم. سنلاقي بعض في كده ناس على جنب هيدوني بتاع وهيدوني الكار كود. انت فين؟ طب تطلع بره ولا انت جوه؟ انت بره؟ بره المعرض؟ بره القاعه عند الباب كده. اجيلك من المدخل من عند ماكدونالدز يعني؟ عملها فيست. تحيا مصر يا فيست. تحيا مصر. بوستين طيب. يلا يا جو اداني عليك جيز. عامل ايه يا جو؟ ايه حلو ولا وحش؟ حلو بس استنى بس تركب ايدك كده جابك حبيبي. يلا يا عم خلينا نخش. يلا بينا يا باشا. والله وانت وحشني والله، انا باكل منك عيش. لا فين صاحبك يلا بقى؟ ايه بقى؟ حوار شغل جميل. خد ما نصوره دلوقتي. الكهرباء لا يا اسطى. دي بيقول ده ريجوليشن نازله. تصور انت ولا مش فاهمك مش هقول لحد. جامعة القاهرة يا جدعان هي اللي عاملة هذا الشيء، مش عارف ايه هو بصراحة، بس من الواضح ان هم عاملين بروجكت جامد يعني. هو اللي معروض ده. ايه؟
بس يا اسطى فانت ايه رايك في الموضوع؟ جامد ده انت فيه. المعرض حلو يعني؟ طب اعرف ده اسمه ايه طيب؟ ده الناس يا عم أخويا يا عم مش لازم معانا يا جماعه نصر حاسبات حلوان، باشمهندس نصر ان شاء الله في المستقبل اشتغل في مجال الهاكر وهاكر البنوك وكده. انت يا اسطى بقالك يومين بتروح صح؟ ايه رايك بقى في الموضوع عامه؟ على حسب في فايده يعني تلعب فيه ده راح فين؟ بايدك دي. رايح فين يعني؟ اول يوم تيجي تاخد جيف اواي وتلعب وكده فاهمني، بعدين بقى تيجي تشوف سيشنز بقى وتاخد خبره وكده. يا جماعه لكم ان تتخيلوا ان الكلام ده مطبوع 3D، يعني مطبوع على طبعه. الوش ده مطبوع اتزان على الكمبيوتر وطبعوه. في حاجات كتير كمان. طابين هنا جمجمة بني ادم برضو. بس بقى يا عم بقى برضو هنا في كلام تاني مطبوع 3D برينتر زي الهرم. بس الهرم ايه يعني؟ الكاميرا دي ايه ده؟ حاجه كده. برضو هنا حتشبسوت. مش دي حتشبسوت؟ ولا صوت طالع. ايوه لا فيها كل حاجه يا اسطى، بستعملها. ماشي خلاص خش هنا اهو. ايه ده انت واقف على السقف؟ استنى كده. يعني الاوضه دي مقلوبه، يعني الترابيزات دي الترابيزات دي على السقف والشجره دي على السقف. زرعوها ازاي على السقف يا عم؟ ايه ده؟ الكتب دي برضو طايره في الرف. الشباب بتتصور يا جماعه. لا ده يوسف، ايه رايك في اليوم؟ لا المكان عايز يوم تاني. عايز يوم كمان صح؟ بس هو حلو ولا وحش؟ ستودنت. ستودنت برضه اهو. ستودنت ماشي تمام. المكان جامد والاجواء هنا جامده. ايوه. وفي ماتش هنا وناس جامده يعني. لا الاجواء حلوه كمان بعد اليوم، يعني في بره في كمان الصبح فود اجمل، كورت بس دي. احنا جينا متاخر. احنا جينا متاخر يعني واصلين هنا الساعه 4. ممكن نيجي بكره تاني يعني النهارده فاهم. ممكن لو كده. بس كيوم اليوم حلو يعني. لو هقول لحد يجي او لا يعني عادي. انت هتعمل ايه في جامعه مثلا غير انك محتاج برضه تتحرك، تشوف شغل الناس، شغل الشركات، تفهم اكتر حاجات. يعني بص دايما اي تجربه انت بتاخدها في حياتك ايا كان، حتى لو انت ما استفدتش قوي من اليوم، بس هتلاقيها عادت معاك بنفع، او هتلاقي في سكيلز خدتها في اليوم ده مش هتبان وقتي بس هتبان معاك في بناء شخصيتك على مدار الحياه. فلو اقول لحد يجي او لا فوش تعالى، لان انت برضه في الجامعه محتاج تتحرك شويه وتشوف شغل ناس، تشوف الشركات بتقدم ازاي الشغل بتاعها، تشوف الناس ازاي بتعرض الشغل، ازاي بيتكلموا، ازاي وروك الكلام ده كله. فده بيفرق قدام في شخصيتك. وهو كان فيديو قصير كده سريع، ويعتبر ده اول فيديو بالنضاره الجديده يا جماعه. يعني لو ما حدش شافها فانا عملت نضاره عشان اصلا كان نظري ضعيف، هشوفش من بعيد يعني. ايه رايكم في النضاره دي؟ شكلها انفلونسر ولا 50-50 ولا ايه؟ لا انفلونسر. ايه ده؟ لا انفلونسر طيور. علوم نكته. عايز تقول بيقول لك مره بواب بيتخانق مع ابنه بيقول له خدها اليمين بس كده. ده يعتبر شويه هنروح ان شاء الله. ايه احنا لسه خارجين حالا بالا تمام، بس عايزين نشوف حاجه بقى رايحه رمسيس عشان كده يعني. انت جاي ازاي انت؟ عارف هنلاقي ايه بقى ولا هنعيش هنا ولا ايه؟ مين ده بتاعي؟ حلو. طلبت معانا بقى اكل الكبده حرشه، لجأنا الى امبراطور الكبده. فين ده بقى؟ ده في رمسيس. سلام يا يوسف. سلام يا يوسف. اشوفك على خير بقى ان شاء الله. ان شاء الله يا مع السلامه يا رجاله. بس المترو ورايا اهو، اركب المترو انا بقى واعتمد. لما نوصل بقى ايه هنرسي. الواحد لسه داخل البيت حالا، عايزين ننام جدا، ولكن من عند هذه اللحظة نقدر نقفل الدوكيومنتري بتاعنا. متنسوناش بقى لايك شير يعني، وجبوا معانا بقى عشان الواحد بيتعب وبيكلف. نقدر نقول سلام.